السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه حليمه المهداوي. اليوم نحضر معكم واحد الفطائر اللي كيجيو لذاذ بالخضار هكذا وشويه ديال الكفته. عندي هنايا القليل من الكفته، عندي واحد جوج بصلات كبار مشلضين مقطعين هكذا رقاق، وعندي واحد خيزوه وقرعه محكوكين كذلك. كنزيد عليهم شويه ديال الزيت، زيت بلديه، ويمكن لكم تخلطوا حتى بالزيت زيت الزيتون صافي. وكنرد هاد العناصر كلها على البوطه، كنشحروا فيهم هكذا كيف ما كتشوفوا. بعد ما حطيت المقيله ديالي هكذا على البوطه، كنشد هذيك الكفيته وكنحركها هكذا قبل لا تقلى باش تبقى لينا هكذا مفكوكه مفتته، وكنخلطها مع هذه الخضيره وديك البصيله حتى كتقلى لينا مزيان. انا درت شويه ديال الكفته، كيف يمكن لكم ديروا هكذا الصدر ديال الدجاج ولا العدام اللي متوفر. هاد الفطائر راه كيجيو زوينين في نفس الوقت، فيهم خضيره هكذا للدراري اللي ما كيبغيوش ياكلوا هكذا القريعه وخيزو، كندخلوا ليهم الخضيره بحال هكذا. كنضيف هنايا شويه ديال القامه، عندي شويه ديال التحميره هكذا، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال الخرقوم، عندي شويه ديال الهريسه ديال الحار، كيبقى اختياري، وعندي الملحه بحسب الذوق ديال كل واحد. وكندير هاد اللقامه هادي وكنشحر الخضيره ديالي حتى كطيب. نكمل معكم باقي المراحل. كما كتشوفوا بعد ما طابت لنا ديك الخضيره، كنزيد هنايا عندي واحد شويه ديال الزيتون هكذا تحنطو في الهشوار ولا هكا مقطع رقيق. كنخلط هاد العناصر كلها. عندي كذلك شويه الكزبره ومعدنوس مقطع، غنزيد واحد 3 ديال الفرماجات هكذا مثلثين، كيف ما يمكن لكم تضيفوا الفرماج الحمر محكوك ولا موزاريلا ولا اللي متوفر عندكم. كنزيد واحد التعليكه لهذه الحشوه هذه كتجي لذيذه. كنخلطو الكل. ودابا غنخلي الحشوه ديالي تبرد وندوز باش نحضر معكم العجين. ودابا غنحضروا العجين. عندي هنايا الماء دافي كاس ونصف، كيف كيمكن لكم تعوضوا الماء بالحليب. هاد العجينه راه كتجي رائعه واقتصاديه. عندي هنايا معلقه ديال الخميره، خميره الخبز، وعندي نص معلقه ديال السكر، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، والملح دائما كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. كنخلط هاد العناصر هكذا كلها. عندي هنايا نصف كاس ديال الزيت، والماء اللي ضفتوه للحليب يكون دافي.
عندي هنايا الكاس الاول ديال الفورص، عندي كذلك الكاس الثاني، عندي واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات، وكنغربل دائما الطحين ديالنا ملي نبغيو نحضروا هكذا العجين ولا الحلوى نغربلوه وكنخلط. وهذا الكاس الثالث كنضيفها بشويه بشويه، دابا ضفت 3 ديال الكيسان، والكاس الرابع كنضيف بشويه بشويه باش نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون ما قاصحاش بزاف، تكون طريه، تكون رطبه عفوا. هاد العجينه راه ما كتحتاج نعجنوها بزاف، ها كنخلطوا العناصر كلها ونجمعوها مزيان وصافي. حتى الاختمار راه ما كنخليوهاش كتخمر، نخليوها غير واحد دقيقه ونخدموا بها مباشره. كيف ما كتشوفوا العجينه كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رطبه. دابا غنخليها ما غنخليهاش تخمر، نخليها غير واحد دقيقه هكذا على ما وجدت الصينيه ونكمل معكم باقي المراحل. كيف ما كتشوفوا العجين ديالي كتجي رطبه زوينه، وكناخذ وكندير كويرات هكذا منها، قطع كويرات غير صغيورين. نتوما كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا كويرات كبار، تقدروا ديروا متوسطين. كنديرهم على هذا الشكل هذا، كندير كويرات وكنحط في واحد البلاطو، كنقطع كويرات بحال هكذا. تقدروا دهنوا يديكم بشويه ديال الزيت ولا ديروا شويه ديال الدقيق هكذا، وكنحط كيف ما هكا كنحط الكويرات ديالي، نكور العجينه اللي عندي كامله ونكمل معكم باقي المراحل. كيف ما كتشوفوا بعد ما كملت الكويرات ديالي كنشد هكذا الكويره وكنقرصها هي من الجناب، نركز على الجنيبات بحال هكذا، وكنخلي هاد الوسط هكا شويه ما نقرصوش بزاف باش ملي نحط الحشوه ما تخرجش ليا لهذا من التحت. كيف ما كتشوفوا كنجمعوا ونحطوا الحشوه هكذا ونجمعوا على هذا الشكل هذا. حاولوا نجمعوا باش ما تخرجش لينا ديك الحشوه من التحت. هاد الفطائر كيجيو رائعين على هذا الشكل هذا، وكنحط في واحد الصينيه. نعاود معكم وحيده كنقرصوا هكذا، ودائما كنقرصوا هاد الجنيبات هما اللي كنقرص، نحاولوا نقرصوهم مزيان ونخليو من الوسط يكون هكذا، تكون شويه غليظه. كناخذ قليل من الحشوه وكنحطها في الوسط هكا وكنجمع. كنجمع الكريسه ديالي على هذا الشكل هذا. كتجي واحد العجينه، هاد
غتولي معتمده عندكم. الا جربتوها كتجي رائعه، كتجي قطنيه ورطبه هكذا. وكنحط شويه ديال الفورص هكذا من تحتها باش ما تلصق لينا، ولا نديرو في اللاطه الكاغيط ديال الخاص بالمطبخ، الوراق ديال المطبخ. كتكون الا وجدتو الحشوه راه بالزربه، حيت العجينه ما كنخليوهاش تخمر. بالزربه كنوجدوا هاد الفطائر هادو، ما كياخذوش لنا الوقت بزاف، وفي نفس الوقت راه كيجيو لذاذ على هاد الشكل هذا. كنجمعوها هكذا بحال الكميميسه وكنقلبها هكذا. غادي نبقى مستمره حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، ونكمل معكم باقي المراحل. من بعد ما كنقرصوهم كنديروا عندي هنايا واحد البيضه، المح الصفر، الصفر ديال البيضه، وكنخلط مع شويه ديال الخل، وكندهنوا به هكذا الفطائر. كنحط هكذا واحد الطريف ديال الزيتون، ونبقى مستمره حتى كنكمل ندهنهم كاملين بالبيض هكذا، وندير شويه ديال الجنجلان، وغندخلهم للفران يطيبوا وتشوفوهم الشكل النهائي. هادو هما الفطائر ديالي، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين، كيجيو مفشفشين ومهويين. العجينه كيف ما شفتوا كتولي معتمده عندكم، اقتصاديه، نقطع لكم وحيده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي من اروع ما يكون، كيفاش كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا الحشوه هكذا، وكيبانوا لكم خفافين. هانتوما كتشوفوا كيف موضح لكم في الصوره. ما تنساوش الى عجبتكم الوصفه دعموني بلي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسلامه عليكم، نتلاقاو مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.